السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة هتقضوا معانا يوم جميل على السطح فوق، يوم من الظهر لغاية ان شاء الله المغرب، يمكن قبل كده او بعد كده انا معرفش. النهاردة ان شاء الله انا وخالتي هنعمل كذا حاجة على السطح، حاجات كتير اوي هتعجبكم. هنتغدى فوق، هنكنس السطح عند الفراخ يعني، هنقصقص الفراخ معاكم وهنقعد وهنوريكم حاجه جميله جدا. انا طلعت على ايه، مسكت خالتي فوق، بصوا قاعده متلبسه متلبسه قاعده ورايا هناك اهي. بس قبل ما اوريكم خالتي او تسمعوها هوريكم دلوقتي خالتي. انا وخالتي بنينا ايه من الصبح، بنبني فيها صراحه. بنينا 2 من الكانون يا حبايبي، لان احنا كنا عاملينه قبل كده عشوائي، كان شكله وحش خالص. معلش شكل صوت الفراخ ورايا، خالتي بتقصقص فيهم. فانا ايه، انا طلعت على صوت الفراخ زي ما قلت لكم، مسكت خالتي متلبسه بتقصقص في الفراخ. انا قلت لها خلينا للعصر، لان احنا من الصبح بنبني في الكانون دوت فتعبنا شويه، فقلت لها العصر هنطلع. هي بقى طلعت قبليه سبقتني يعني. يبقى هوريكم شكل الكانون اللي خالتي بنيته حبايبي. انا وخالتي بنيناه امبارح، قصدي من الصبح بنبني فيه. دوت بنيناه الاول بالطين وبالطوب، وبعد كده خالتي ظبطته بالاسمنت والجبس. صراحه هي اللي بنيته اكتر، لان انا ما بعرفش اعمله خالص. انا كنت بس ايه، بناولها الطوب اهو. ايوه بتقول لكم يا بانيه الكانون يا ام الاء. ايوه ما انا قلت لهم والله انت اللي بنيتيه. لا بصوا حتى هو لسه طري. انا قلت لها سيبيه علشان سيبيه شويه لغايه العصريه كده، نبقى نطلع اكمل بقيه الحلقه يعني. تمام اهو ده شكل الكانون، وده واحد صغير كده بنيناه. يبقى انا ايه، لما لقيت كده خالتي قاعده بتقصقص في الفراخ، قلت اوريكم بنقصقص الفراخ ليه، وعلشان طبعا بتطير مننا. وهنوريكم واحنا بنكنس السطح برضو. انا كنست نصه وهوريكم النص التاني. ودلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين خالتي بقى بتقصقص الفراخ، عشان والله العظيم تعبت معاها يا جماعه، ليا ساعتين شغاله على هذا الحال. لا احنا من الصبح بنينا البتاع الصبح، ده ساعتين في القصقصه والجروه. انا طلعت مسكتها متلبسه، شكلها كانت طالعه ايه، تخطف البيض بتاعنا، تخطف فرختين ولا والفراخ. بصوا احنا بنقصقص الفراخ لانهم طاروا مني كذا مره. كانوا بيطيروا على سطوح الجيران، فخالتي صراحه ربنا يصلح حالها يا رب، مسكتهم قصقصتهم. انا ما بعرفش اقصقصهم، ده عشان الشتاء يا جماعه كمان ايه، ما يفروش ولا يبردوا اهي. بس الديل ده بنسيب الديل. هات يا ضياء الفرخه. طلعت لقيت ضياء ابن اميره او ابن ام زياد هو اللي ماسك لها الفراخ. وطبعا بنقصقص بقيه الفراخ اهو. دي الفرخه الثانيه، او يعني مش الثانيه، دي الثانيه في التصوير. انما صراحه انا زي ما قلت لكم طلعت على صوت الفراخ افتكرت حرامي فوق، لقيت خالتي. انا يعني هي تقصد خالتك يعني حرامي يعني هي. لا انا افتكرت في حرامي فوق بياخدوا الفراخ بتاعتي. ماشي يا مالي، انا لو عرفت كنت دبحتهم ونزلت بيهم بالسبت وريحتها منهم. على نعمه العظيم ولا فارقين معايا، خديهم يا شيخ. طب انت لما فرخه ضاعت مني كنت زعلانه عليها جدا والله العظيم. انا ما كنت زعلانه، وربنا كانت بتضحك وانا كنت زعلانه بس ربنا كرمني نزلت لقيتها يا جماعه. والمصحف ولا كنت مش زعلانه. هعمل ايه؟ وفرخه وطارت يعني هعمل ايه؟ طيب هموت نفسي. وربنا كرمني وجبتها، هي ما كانت زعلانه في اي شيء. بصوا الفراخ اهي. الفراخ يا محمد اللي باقي كام فرخه لسه ما اتقصصوش؟ خلاص كله؟ واحدة لسه ما اتقصتش. لا بتقصصي. لا دي تعالي يا ضياء خلاص. ما اتقصتش. ودلوقتي بقى ايه، انا بكنس كده وهصور في نفس الوقت. بصوا زي ما قلت لكم انا كنست نص السطح اهو، ورشيت فيه شويه ميه. مكان ده الميه دي مكان الكانون اللي احنا بنيناه. تمام معلش بقى الصوت هيكون مزعج النهارده في الفيديو، بس احنا حبينا نوريكم جزء من يومنا عند الفراخ. يعني نوع من التغيير، نوع من ان احنا بنحبكم بزياده وعايزينكم تشاركونا في كل حاجه، حتى في طلوعنا على السطوح واحنا بنعمل ابسط الامور عندنا في بيتنا حبايبي. حبينا نشاركها معاكم، جايز اليوم يعجبكم. في ناس كتير ما عندهاش الفراخ يا حبايبي وبتكون حابه نوع من التغيير، يمكن احنا نكون سبب في سعاده ناس وتكون قاعده مبسوطه كده وهي بتسمع الفيديو. بصوا اهو انا بكنس بقى السطح كله، وهتشوفوه بعد ما يتكنس ونرشه ميه هتشوفوه شكله عامل ازاي. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده احنا ايه، خلصنا السطح اهو. بصوا هوريهولكوا كامل.
خالتي ماشيه ورايا عماله ماشيه بالبرميل يا جماعه. طبعا رشيناه ميه علشان بيكون برضو في دبان كتير. دلوقتي بقى ايه هوريكم شكل عشه الفراخ بعد ما اتكنست. طبعا انا كنستها كلها والله العظيم ما رضيت اخليكي تكنسيها. بصوا يا حبايبي اهو عشه الفراخ اهي بعد ما كنستها ومسكتها كمان بالبتاعه بتاعه المعجون اللي هي بتاعه اللي هما سكينه المعجون، وحكيت الارضيه كمان علشان الارضيه تكون نظيفه، ورشيتها ميه وحطيت لهم ميه وعيش واكل اهو. ودي شكل اوضه الفراخ بعد ما خلاص خلصت والحمد لله اتنضفت. لان انا اللي مسكت الفراخ وطلعت الطينه من الارض. ضياء ومحمد طبعا دول. فان شاء الله ايه ودي العشه الثانيه اهي برضو مكنوسه وزي الفل. يبقى كده نكون خلصنا السطح بتاعنا. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب ميه عشان نغسل وصابونه كده ونغسل. احنا طبعا الحمد لله ركبنا حنفيه ميه كمان هنا، جوزي ركبها لي في العشه الفاضيه دي. ربنا يخليه يا رب ويصلح حاله يا رب. فدلوقتي بقى ايه لسه برشه في السطح اهو بنرش في السطح ميه اهو. هي النعمه ولا النادي السطح من فوق ولا النادي. الله يستاهل. هنا هو يا محمد حبه هنا عند العيش ده. دلوقتي بقى ايه ان شاء الله هنجيب زي ما قلت لكم بس ميه عشان نغسل وصابونه كده. خلصي هاتي لنا الاكل انا جوع. وعشان نتغدى صراحه لان احنا جوعنا. ساعتين هناك حبه يا محمد. ودلوقتي يا حبايبي بقى ايه هنبدا نسخن في العيش عشان هوريكم ان شاء الله هنتغدى بايه. انا هسخن هنا على الشعله وانا قاعده. يا محمد جزازه كبيره اهو تمام. هوريكم بقى الغدا بتاعنا هيكون عامل ازاي. انا عاملاها مفاجاه لخالتي، كان عندي فسيخ في الفريزر كنت مخليه وبعينه انا لوقت الطوارئ كده دايما يكون عندي الفسيخ في الفريزر. والله بسيبه اليوم انا اكون مشغوله فيه مش فاضيه واروح مطلعه الفسيخ. ماشي بصوا يا حبايبي اهو هوريكم بقى الكانون على قريب تمام. ونضفنا وكنسنا والحته بقت زي الفل. عندك الفسيخ من بدري يا ام لا من اسبوع. بصوا العيش اهو يا معلم. مش اديتي اختي فسيخه تديني فسيخه ولا اديت اختك ولا اخوكي اهم. طب بالله عليكي شوف افتح الليمون. وطبعا يا حبايبي كده بصوا خالتي ايه بتفتح في الفسيخ بس حلو يا جماعه. هو حدق شويه بس هيتاكل. انا ما اعرفش هو صراحه افتحي كده ظهر بطن السمكيه. ما انا فتحت واكلت منهم عليه. بصوا دي شكل الفسيخه اهي بعد ما خالتي فتحتها خالص كده شكلها احسن جميله صراحه تمام. ودي الشوكايه بتاعتها اول عضمايه اهي. والعيش بتاعنا اللي انا مسخناه من عندنا اتحرق شويه من عندي. دلوقتي بس هننضف الفسيخه الثانيه ونرجع علشان نتغدى معاكم. ودلوقتي بقى ايه يا محمد بنتغدى معاكم بالفسيخ. بس انا صراحه عشان جوعت. يسلم ايديكي يا ام علي. خدي والله العظيم جميل خالص. انت عملتوا لي حاجه. لا حلو. بصوا بنعصر ليمون. الليمون هدى الحدوقيه يا حبيبي. ومعانا هم دول شويه الطماطم اللي عندي والخيار لان انا ما عرفتش اروح لان احنا زي ما قلنا لكم بنبني في الفرن ده او الكانون ده من الصبح. تعبنا كان عليه تعبنا. المفروض يعني تكفي عرق الناس دي. يا ريتكم كنتوا معانا. انا عارفه ناس كتير قوي بتطلب مني الفسيخ والله ولا شم النسيم. وبصوا بقى خالتي ايه من حلاوه الفسيخ بتاعي عماله تاكل ايه ما شاء الله. والله يا حبايبي انا عارفه ناس كتير بتحب الفسيخ زي كده. يا ريتكم كنتوا معانا النهارده والله كنتوا شرفتونا. على فكره انا اصلا كده عامله الفسيخ وعيناه عشان لما نطلع والله العظيم عيناه علشان خالتي لما نطلع نبقى نتغدى انا وهي كده على السطح. عندها الضغط بس بتاكل عنب فيها. بعت لام زياد لقيتها قالت لي بصور تيجي تتغدى معانا. معرفش عامله روتين ولا ايه. ناس كتير بتحب الفسيخ والله. طبعا انا مش هينفع استنى واسيبهم هم ياكلوا وانا اقعد ابص عليهم والفسيخ شغال ابدا. لا انت بتعملي رجيم يا ام اسم الله عليك. والرجيم والفسيخ هيروح فين؟ الفسيخ هيستحمل لكن الرجيم مش هيستحمل. وبعدين لسه ما فطرتش على فكره. العصر اذن وانا لسه ما فطرتش. بصل. يا ريت كل الناس اللي بتحب الفسيخ كانت تكون موجوده قاعده معانا كده. قاعده السطوح كانت الاكله هتحلو. بصوا بقى يا حبايبي احنا بس هنكمل غدانا وهنرجع تاني. لسه هنقعد معاكم شويه كمان على السطح.
ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بقى. زي ما انتم شايفين كده الحمد لله خلصنا الغدا بتاعنا. انتوا حضرتوا معانا جزء واحنا كملنا. بصوا الفسيخه بتاعتي عامله ازاي. بسم الله لا والله فسيختها يا جماعه اقسم بالله. شوفي فسيختي انا والله كنت انا ومحمد بنتغدى منها وفريده. شفت انا عامله ازاي. هي اكلت الفسيخه ربنا يديها الصحه والرجيم هو كمان ما بتاع ياخدوا دكتور رجيم قايل لي كلي فسيخ كتير. الفسيخ حلو والله العظيم. راح ارميه ما هو سبب ما قال كلمات تاني يوم مش حامل. راحت تاني يوم الله يرحمه الله يرحمه. نفتكر بالرحمه يا ولاد نفتكر بالرحمه. والله. دلوقتي بقى ايه احنا كده نكون خلصنا معاكم. هوريكم بقى السطح بتاعنا اللي احنا ايه خلصناه معاكم. الفسيخ بتاعك ما هو الفسيخ ما هو لسه قدامهم الكاميرا عليه. بالله عليكم قولوا لها. هو الطباق مالها شكلها استغفر الله العظيم يا رب ليه كده. قول لها اهدى حبه من الفسيخ يا امال وكلي بالهداوه. لا الفسيخ ده ما حدش بيهدى فيه خالص. ده انا يعني كان نفسي اكل اكتر من كده. هتودي فين يا احنا لاقيين عيش يا امال الفرن قطع ريح ليه. ما هو بسم الله ما شاء الله كيس العيش قد ايه. لا اتعشيتي بس اهو كيس العيش ما شاء الله. وولعتنا معانا. والشعله ريح. والشعله بتاعتنا اهي. والبوتاجاز ناسنا ده الواحد. انا مبسوطه بس يا اولاد النهارده للسطح للفرن للكانون اللي خالتها بنتهول. والله جوز عيون بسم الله ما شاء الله عليا عامله لها باثنين بوتاجاز بجوز عيون بدون استهلاك يعني استعمال غاز ولا كهرباء ولا اي شيء. وانا قمت بقى علشان خالتي صراحه ايه زعلانه ان انا باكل فسيخ كتير فقمت وسبت لها الحته. يلا بقى احنا ايه. هتنتحري يا بنت اكتر من كده. هتودي فين يا ام غالي. هتودي فين يا ام. الحمام ده بتاع جيراننا. لا ولا شوف الفاكهه اللي طالعه عرفنا فاكهه برضه ممكن نمد ايدينا نجيب منها. رمان ده ولا حلوه نمد ايدينا نجيب من الفاكهه بتاعه الجرين. رمان ده. بصوا يا حبايبي السطح اهو زي الفل نظيف. بس صراحه والله العظيم تعبنا فيه النهارده. تعبنا فيه مش تعبنا قوي. هو الكانون ده اللي تعبنا شويه. طبعا مش هقول لكم احنا قضينا معاكم شويه حلوين من الوقت. على فكره هو المغرب قرب يأذن يعني قدامه بتاع نص ساعه ولا ساعه الا ربع كده. فان شاء الله اذا عجبتكم الحلقه يلا يا حبايبي بقى اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوناش بلايك حلو كده. ولو عجبتكم الحلقه هنكررها لكم تاني واحنا بنقضي يوم من ايامنا على السطح. بنكنس فيه بنظبط فيه للفراخ زي ما قلت لكم. بناكل فسيخ بناكل رنجه بناكل فول وطعميه زي ما بتيجي والله. انتوا مش اغراب عننا واحنا مش اغراب عنكم فبقينا ايه عيله واحده وبناكل اي حاجه قدامكم. مفيش اي تكلفه خالص. اهم حاجه ان انتوا تكونوا مبسوطين معانا في الحلقه بتاعتنا. ويلا مع الف سلامه. السلامه يا حبايبي مع الف سلامه.